في حاجه اسمها محتوى حقيقي اصلا؟ ده اول سر لانك تعمل فايرال كونتنت، انك تعمل حاجه اوثنتك، فاهم؟ انا نور وبعمل محتوى من وانا عندي 13 سنه. بدات في اليوتيوب وكسرت المليون مشاهده قبل ما اكمل 18 سنه، واحنا حاليا نور ماركتنج ايجنسي بنعمل تسويق بالمحتوى للبزنسات. النهارده هقول لك على الثلاث حاجات لو اخدت بالك منها هتعمل محتوى حقيقي سهل عليه اكتر انه يفايرل. اول حاجه ما تتكلمش كانه اعلان، وما تمثلش شخصيه معينه عشان انت مش محمد رمضان. وورشه التمثيل اللي انت اخدتها في مسرح الجامعه وانت صغير دي مش هتفيدك في حاجه برضه، هيبان انها فيك، وده كله هيأثر على نتائج المحتوى بتاعك بشكل درامي ما تتخيلهوش. طيب يعني المفروض نعمل ايه؟ عايزك تبص على الفيديو ده. بعد ضربتي وبعد تعليمي في معظم الحرب اوروبا خلتني ارجع عندي حلم ان انا يبقى بابا دولار في اسكندريه، اول واحد يقدم الدولار كباب. الفيديو ده جاب 3 مليون مشاهده على كل المنصات. الفيديو فيه قصه حقيقيه والراجل بيحكيها وهو شغال في سيخ الدونر، انت لازم تتفرج عليه. عايزك تبص على الفيديو ده كمان. اوعى تشتري اوضه اطفالك جاهزه وما تعملهاش عموله. تعال اقول لك في الفيديو ده ليه. اوضه الاطفال بالذات المساحات الصغيره يبقى مستحيل تجيب فيها حاجه جاهزه. الفيديو ده جايب 65,000 مشاهده على حساب لسه جديد. اسالني ليه؟ هقول لك. انت مش شايف هو بيتكلم على طبيعته ازاي؟ الفيديوهين اللي فاتوا دول كانوا امثله من شغلنا للعملاء بتوعنا. في مين بقى اللي استاذ في الموضوع ده بجد؟ حساب انستجرام ورقه بمليون، يا رب اكون فاكر اسمه صح، باشمهندس سيف زهران. اتفرج على الفيديوهات بتاعته هتلاقيه هو طالع قاعد بيتكلم، اخره يحط رجل على رجل وما بيعملش اي حركات، هو بيتكلم بايده بس. كاريزما مش طبيعيه. لو انت بتمثل او باين ان في حاجه غريبه، المحتوى ده معمول او مصنوع، الناس هتسكرول عشان الناس عايزه تتفرج على حاجه يا اما هي حقيقيه تسليهم يا اما حاجه تديهم معلومه، وكمان عايزين يشوفوا حد يبان انه شبههم او ان هم يقدروا يريليتوا ليه. وبس كده، ما تنساش تعمل فولو.